نظمت اليوم 14 جمعية تونسية ندوة صحفية بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للتعريف بالمسيرة العالمية إلى القدس. تنظم هذه المسيرة يوم غد بشارع لحبيب بورقيبة على الساعة 4 بعد الزوال للتعبئة والتحشيد على كافة المستويات وتأييدا للتحرك الجماهيري العالمي نحو القدس. تضم المسيرة العالمية إلى القدس فقرات تنشيطية ومسرحية تحاكي القضية الفلسطينية من فرقة هواة، إضافة إلى تدخلات بعض أعضاء الجمعيات المنظمة لهذه التظاهرة، حسب ما صرح به السيد محمد العكروت المنسق العام للمسيرة. سيكون هنالك مهرجان خطابي، سيكون هنالك شعب، سيكون هنالك مسرح، سيكون هنالك مجسم ببيت المقدس. وقع التحرك منذ فترة بأن هنالك جمعيات طلبت من الأئمة أن تكون خطبة الجمعة حول هذا الحدث. وتعرضت السيدة إلهام النجار عضو لجنة تنظيم المسيرة إلى واقع المرأة الفلسطينية، مستشهدة بقضية السيدة أم كامل المناضلة الفلسطينية. وتم اختيار يوم 7 جوان للقيام بهذه التظاهرة لأنه ذكرى سقوط القدس في يد الاحتلال. السيدة أم كامل فوزية الكرد رمز الصمود في القدس التي هدم بيتها فأقامت خيمة الصمود وقهرت بذلك العدو الصهيوني. أقامت خيمة وجلست فيها لمدة 6 سنوات تحديا لعدوها وإظهارا للعالم بأن ذلك حقها ولا بد أن تسترجعه رغم كبر سنها وكل ممارسات الجيش الصهيوني. حتى أن الجدار العازل، أنا أذكر هذا المثال لأنه مهم جدا ويعطي بالتدقيق المعاناة التي يمر بها إخوتنا وأخواتنا في فلسطين في القدس المحتلة. الجدار العازل يا إخواني فصل بينها وبين بيت ابنها الذي لا يبعد على بيتها سوى أمتار معدودة، حتى أنها تضطر إلى العبور عبر معبر ودفع غرامة مالية لقضاء حوائجها يعني في بيت ابنها. وتم اختيار يوم 7 جوان للقيام بهذه التظاهرة لأنه ذكرى سقوط القدس في يد الاحتلال.